ينصرهم ويقويهم يا رب على اللي هم فيه. بصوا دلوقتي بقى هو فيديو يعني كده ايه، احنا بنعرض المشتريات اللي احنا اشتريناها. في عندنا حاجه هنا اسمها ايه يا حبيبه؟ يلا قولي انت، اسمه ايه اللي احنا اشترينا منه الحاجه؟ اسم المحل اسواق المنصورة. اسواق المنصوره. ماشي. الاسواق المنصوره دوت هو لسه فاتح يعني ما كملش سنه، من حاجه بسيطه، بس في حاجات حلوه خالص عنده واسعار جميله. صح يا حبيبه؟ عايزين نوريكم بقى احنا اشترينا من عنده ايه، عشان ما نقعدش نرغي كتير في الفيديو. يعني مثلا طبق كبير زي ده بوله حلوه، بصوا من جوه لون ومن بره لون، وعامله زي ما يكون بيضاويه كده. بصوا شكلها من على الجناب. على فكره انا بستخدم الحاجات دي ادي لي فتره، بس انا ايه كل ما اجي اقول هصور انا وحبيبي عشان اعرض لحبايبنا بنسى والله، او بتشغل يعني في البيت وكده. استني بس ما تطلعيش حاجه غير ما نقول الاول سعرها كام عشان الناس تعرف. بصوا البوله دي يا اصحابنا والله البلاستيك بتاعها جميل جدا، هم هيشوفوا بلاستيك قوي ما شاء الله، وخامته حلوه جدا. ده ب 50 جنيه. تخيلوا مكتوب عليها بوله جلاسي كبيره، هي مش باينه قوي في التصوير بس حلوه. بصوا جميله خالص، والخامه بتاعتها جميله خالص. انا بعمل فيها الايه، الكيكات، اي حاجه معجنات عندي في البيت بصور بيها كتير انا. ماشي حلوه خالص، دي هنخليها على جنب بقى. البوله دي يا اصحابنا قلنا احنا بكام يا حبيبه؟ دي لوحديها ب 50 جنيه، جميله جدا والله، والخامه بتاعتها حلوه خالص. بصوا ده بقى الطبق ده، الطبق ده بقى يا اصحابنا ده انا جبته بكام؟ اللهم صل على النبي. كان ب 30. ايوه ده كان ب 30. ده او ب 50، يا ب 30 او ب 50. هو مش غالي، حلو قوي. مش فارقة. بصوا كان في منه احجام كمان، يعني كان في منه الحجم الصغير، كان في منه البوله الصغيره بتاعته، وكان في وسط يعني، وكان في منه صغير. انت تختاري اللي انت عايزاه براحتك. ماشي. انا ده جبته كان هو تقريبا كان ب 50، اللي اصغر منه هو اللي كان ب 30. قلنا ده فعلا اللي ب 50. ده بقى يا اصحابنا انا ده اللي كنت ناسيه، هو ده اللي ب 30. طبق ان انت مثلا براحتك عايزه تصفي فيه مكرونه، صفايه فاكهه، تغسلي فيه الفاكهه. بصوا جميل ازاي، حلو خالص ما شاء الله، ب 30 جنيه ده. كان في منه الاصغر، الاصغر كان تقريبا ب 20 او ب 15. بصوا حلو ازاي وكبير، يعني الاسعار بتاعتهم حلوه خالص ما شاء الله، وفي المتناول يعني مش غاليه. ندخل بقى في الحاجات اللي هي ايه، الميلامين. الحاجات دي، الحاجات دي بقى اللي هي الميلامين دي، دي جبناها كانت بالقطعه يعني بالكيلو. يعني انت توزني اللي انت عايزاه. يعني مثلا ده بصوا الصينيه دي جميله ازاي، هي تقيله على فكره فوزنت معايا يعني. كانت هي والطبق ده ثواني، هي والطبق اللي هو السرفيس بتاع التقديم ده، بص شكلهم حلو ازاي اصحابنا. امسكي يلا وري لاصحابك يا حبيبي. فيها شاي، ماشي. اي حاجة. ده بنقدم فيه الاكل، بنحط فيه يعني الطبق السرفيس جميل. كان هو ودوت وزنه كيلو. بس بصوا ازاي جميل ما شاء الله. وبص دي صينيه تقديم شاي او اي حاجه انت عايزه تعمليها. وبعدين الوانها اللي ما هي شاء الله الوان بصوا غامقة تقيله خالص، تقيله ما شاء الله. كان الكيلو ساعتها يا اصحابنا ب 150. القطه طالعه معانا عشان تقدم تقدم المشتريات. ازيك يا بوسي؟ تعالي امسكي يلا صينيه ولا طبق بتشكل في حبيبه. خلاص. سايباني في حالي. دوت وده كانوا الاثنين ما شاء الله تقال، وزنوا كيلو. وزنوا كيلو او كيلوين، بس ما شاء الله يستاهلوا يعني. بصوا حلو، حلوه ازاي دي صينيه التقديم دي ازاي، واللي هو طبق السرفيس ده. اما بقى يا اصحابنا برضو الحاجات دي ميلامين برضو طبعا كلهم ايه، كانوا ايه برضو نفس السعر، الكيلو ب 150. انا بقى شكلت، كان بصراحه يعني الميلامين اللي عندي ابتدى بقى ايه يقدم ويبقى شكله وحش، فرحت ايه انا شكلت. يلا وري لاصحابك يا حبيبي. بصوا الاطباق دي كلها انا شكلت اهو منها اهو، دي اشكال. بس هو كل العيب اللي فيه انا حبيت برضه اوريكم المميزات والعيوب في الميلامين اللي هي الفرداني دي اللي هي بالكيلو. في حاجات حلوه منها، بس المشكله ان انت مع كتر الاستخدام، بصوا مش عارفه هتبان في الصوره لا، بصوا بصوا بيعمل لون ايه، لكن هي كاستخدام حلوه. لكن بعد كده بتعمل الوان، يعني الوان هو يعني كسعر يعني اصحابنا السعر حلو يعني في المتوسط. هي الحاجات دي اسعارها حلوه، بس هي المشكله بس العيب اللي فيها ان هي لونها بيتغير مع الاستخدام الكتير. وده بصوا الطبق الصغنن الحلو ده، كل ده بالوزن مش بالقطعه، بالوزن. بالوزن الكيلو ساعتها كان ب 150. بصوا بقى اخر حاجه اخر حاجه احنا جبناها منهم، انا استخدمتها يعني مرتين او حاجه او ثلاثه. افتحيها يا حبيبه. الطاسه ديت اللي هي الطاسه الجريل اهو، هي نوعها مش فاكره والله، قال لي ساعتها تركي او حاجه زي كده. بصوا انتوا هنا بتعملوا عليها شاورما برجر، بنعمل عليها شاورما او برجر يعني اي حاجه اللي انت حباه يعني. ممكن برضه تعملي يا ستي رايحه فين هتدخلي جوه الطاسه ديت. هي استخدامها حلو هي، بس كل العيب اللي فيها ان انا حاسه ان هي تقيله جدا من الغطا ده. تقيلة. فانا بعد ما جبتها اتندمت، قلت يا ريتني كنت جبت اللي هي القطعه الواحده بس اللي هي بتبقى زي دي، ده المغناطيس بس. لان انا كل ما اشتغل بيها لو انا مش واخده بالي ممكن دي تروح نازله عليا. بس هي يعني هي تقيله، بس هي مش بتعور، لكن هي تقيله، لكن هي ما شاء الله كخامه حلوه يعني. ديت يا اصحابنا احنا جبناها ساعتها كانت ب 750. يعني بصراحه انا بصوا اهو السعر مكتوب اهو عليها او 750. كان من اسواق المنصوره دي. انا لما سالت عليها في اماكن تانية بره كانت غاليه يعني، في اماكن قالت لي ب 1000 وفي اماكن قالت لي ب 850. بصراحه لقيت ان هو دوت ده بصراحه كان احسن سعر بالنسبه ليها في المول ده، كان عشان كان لسه فاتح جديد. هي مكتوب عليها اهو
36 من كام سنتيمتر، يوم رحنا ودي الافتتاح بتشيل 3 لتر و700. وده الشكل بتاعها، ودي الالوان اللي كانت موجوده. ازرق بس احنا جبنا اللي هو ايه البنفسجي ده. كان لونه حلو، بس هي كاستخدام كويسه مش وحشه. بس المشكله ان هي تقيله، يعني لو حد قدامه ان هو يشتري اللي هي بغطا واحد بس، لو هيفتحيها كده يا حبيبه، اللي هي قصدي ليها طاسه واحده بس من غير غطا احسن. هي دي حلوه ان هي مثلا ما تخليش الاكل يعني يطلع لبره، ما يطرطش زيت او حاجه، ان انت ممكن تقفلي الغطا ده. وبس يا اصحابنا، هي دي الحاجات اللي احنا جبناها من اسواق المنصوره. حبينا ان احنا نديلكم فكره. اسواق المنصوره ده عندنا احنا هنا في المنيا، مش عارفه بقى فتح عندكم، يعني اللي عنده بقى فتح فروع تاني يقول لنا بقى انتوا في انهي بلد وفتح فروع تاني ولا لا. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وما طولناش عليكم. وبوسي بتسلم عليكم. بوسي من اخر الفيديو بتسلم عليكم اهو. يلا يا حبيبي لاصحابك، يلا اتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك واشتراك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.